خامس حاجة الفحص الميكانيكي. أولا المحرك، هنا بقى قلب العربية. افتح الكبوت وبص جوه كويس، حتى لو مش ميكانيكي في حاجات تقدر تشوفها بسهولة. بص على الموتور، لو نضيف بزيادة بطريقة مش طبيعية ممكن يكون مغسول عشان يخفي آثار تسريب زيت. شوف تحت العربية، لو لقيت نقط زيت على الأرض فده إنذار خطر إن الموتور فيه تهريب زيت. بص على السيور والخراطيم، هل شكلهم سليم ولا متشققين؟ الوقاية خير من العلاج خصوصا مع العربات المستعملة. امسك مقاس الزيت، لو لون الزيت اسود ومحروق يبقى العربية مش بتعمل صيانة دورية. لو الزيت فيه فقاقيع بيضة يبقى فيه مشكلة في جوان وش السلندر. صوت الموتور، شغل الموتور وافتح ودنك. الصوت لازم يكون ناعم ومتوازن. لو في صوت تكتكة جامدة ممكن يكون بسبب البلوف أو التكيهات متكة. لو في صوت تخبيط ممكن يكون في مشكلة في البساتم أو عمود الكامة. دوس بنزين واسمع، لو الصوت بقى خشن أو في دخان كتير فده مؤشر خطر. العادم والشكمان، بص على لون الدخان. لو أبيض كتير ممكن يكون العربية بتاكل مية، يعني الجوان بايظ. لو أسود يبقى العربية بتحرق البنزين زيادة ودي مشكلة في حساس الشكمان أو الرشاشات. أزرق يبقى الموتور بيحرق زيت وده معناه مشكلة في الشنابر أو الصمامات. ثانيا الفتيس أو الجير. لو أوتوماتيك حرك الفتيس لكل الوضعيات. لو في تأخير في الاستجابة أو في خبط أو رزع أثناء النقلات يبقى في مشكلة. لو مانوال دوس على الدبرياج وجرب الغيارات، لو حسيت بصعوبة أو طقطقة فالدبرياج ممكن يكون قرب يودع.